السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة وسيكو اون فاير. صلاح يا جماعة وإنجاز جديد، جايزة أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر بتصويت الجماهير. بس قبل ما نبدأ ما تنساش أجمد اشتراك وأحلى لايك علشان تدعم أخوك، والمحتوى ده مش هيكمل غير بيكم وليكم. صلاح يواصل حصد الجوائز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، وبيأكد كل يوم انه فعلا فخر مصر والعرب. السنة اللي فاتت صلاح حقق موسم استثنائي مع ليفربول ويستحق عليه فعلا جايزة احسن لاعب في العالم. صلاح لعب مع ليفربول 51 ماتش ورفع معاهم كاس الامارات وكاس كاراباو، وفي الدوري الانجليزي حقق مع ليفربول المركز الثاني بفرق نقطة واحدة بس عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول. صلاح سجل مع ليفربول 31 جول وعمل 15 أسيست، وتم التصويت للجول اللي جابه في مانشستر سيتي كأفضل هدف في الدوري الإنجليزي. صلاح فاز السنة اللي فاتت بجوائز كتيرة جدا في انجلترا. صلاح فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، وفاز كمان بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في ليفربول، وأفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير. وكان على بعد خطوة واحدة بس من بطولة أوروبا لولا تألق كورتوا في الدقايق الأخيرة ومنعه من إحراز هدف التعادل أمام ريال مدريد. صلاح مع منتخب مصر وصل لفاينل بطولة أفريقيا، وللأسف طلعنا بضربات الجزاء من قصاد السنغال، وكمان وصلنا معاهم لماتشين فيصل في تصفيات كأس العالم، وللأسف برضو خرجنا بضربات الجزاء. صلاح اللي جمع المصريين والعرب قدام شاشات التلفزيون علشان يشوفوا ابن بلدهم وصل لفين. صلاح اللي حقق إنجاز في كرة القدم ما حققهوش أي لاعب مصري أو عربي في التاريخ. صلاح اللي لما بيجيب جول البلد كلها بترقص. يا أخي خلتنا نستنى ماتشاتك ونشجع بازل وفيورنتينا وروما وتشيلسي وليفربول. ساهمت في رجوع ليفربول لمنصات التتويج من تاني، جننت جماهير ليفربول وعملوا لك أغنية وجدارية وتمثال. بقيت مصدر السعادة عند الشعب المصري، عليت سقف طموحنا في الكورة لدرجة إننا كلنا بقينا عايزين نشوف ولادنا زيك. جايزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير اللي منهم أنا وإنتم هي هدية بسيطة جدا مننا كجماهير للكورة ليك أنت يا صلاح، وإن شاء الله إن شاء الله تكسب البالون دور وذا بيست وأفضل لاعب في العالم، ودي ما تبقاش آخر جايزة ليك بإذن الله. أشوفكم على خير، سلام.